لو حاسس ان تركيزك بدأ يقل عشان خاطري كمل الفيديو ده للآخر. يمكن حضرتك فاكر ان قلة تركيزك دي مثلا بسبب الموبايل او فاكر انك بطلت تعرف تركز اساسا، لكن الحقيقة اعمق من كده بكتير وفي نفس الوقت سهلة. خد بالك لو انت عرفتها. كل مرة بتكون بتذاكر او بتعمل اي شغل او مركز في اي حاجة ويجي لك اشعار على الموبايل فهوب تجري بسرعة تفتح وتشوف، انت في اللحظة دي عملت اخطر حاجة ممكن تتوقعها ومش هتشوف نتيجتها غير بعدين للاسف. فبالتالي مخك بيبدأ يتعلم درس جديد ان اي حاجه ممكن تقطع تركيزه بسهوله جدا. ومش بس كده، حتى لو ما عادش فيه اشعارات بتيجي بتلاقي نفسك تلقائيا فاتح الموبايل وعمال تبص فيه بدون اي سبب، لان مخك يا برنس اتعود على اي حاجه جديده تديله مكافاه سريعه. ومع الوقت بتبدا تكتشف ان المذاكره بقت ممله والشغل بقى تقيل عليك. حتى يا راجل لو بقى قدامك فيديو طويل شويه بقيت تستصعب تكمله، مش لانك بقيت غبي او اقل ذكاء، لا، هو مخك اتدرب واتعلم على الانتقال السريع بين الاشياء. بس الخبر الكويس ان زي ما مخك اتدرب من غير حضرتك ما تاخد بالك على التشتت وعدم التركيز، سهل جدا تقدر تدربه على التركيز تاني. هتبدا كل يوم 5 دقايق من غير ما تخلي اي حاجه تقطعك، وبعدها ابدا زود الوقت ده تدريجي. هتتفاجئ ان تركيزك رجع واحسن من الاول، عشان هو ما كانش اختفى، هو بس كان محتاج يتدرب شويه من حضرتك. فسؤالي ليك بقى، هو انت كل مره بتمسك موبايلك عشان تعمل حاجه معينه ولا بتكتشف انك دخلت من غير سبب؟